اي كلام، بناخد العيدية بدون ليلة العيد لعب وتنطيط من غير مواعيد، ولا تخطيط. هنبات مع تيتا في البيت وجده هيحكي لنا الحواديت، اول ما يناديلنا اوان بنقف هوا كلنا في طابور، تسكت من غير اي كلام، بناخد العيدية بدون. واول ما يناديلنا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب ايامكم كلها فرحه وبهجه وراحه بال. بس مش عارفه اقول لكم ايه بجد، بس يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عيدكم يبقى مليان فرحه وبهجه، ويا رب دايما عيدكم بيتكم مليان اعياد. انا هقفل بقى عشان الفجر وارجع اسجل لكم تاني بعد ما اخلص. حبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم تاني بقى بعد الصلاة ما خلصت. طبعا انا بقى هنعمل معاكم الترمس والحمص. انا طبعا جبت الترمس السريع وحمص سريع وغسلتهم كذا غسلة وصفتهم خالص من المية، وبعدين نقعتهم من بالليل يصحوا. صحيت الصبح علقت عليهم. نعمل بقى المية اللي هنحط عليها الترمس دي مية. بصوا دي انا هقول لكم حاجه، انا بحط الترمس في ميته هو والحمص في ميتهم عشان يحفظوه ما يعملش ريم ابيض. فانا اهم حاجه بس ما نلمسوش. احط الميه ابا. ماشي استني يا لولا. اهم حاجه ما تدخلوش ايديكم في البطرمان، معلقه بس وتعملوا كده. فانا جبت بقى ميه الحمص الاول، حطيتها وحطيت عليها ملح وحطيت عليها كمون وشطه وشويه بابريكا وليمون، بس انا الليمون بحب احطه لوحده بصراحه. وبعدين بقى هاخد بقى الترمس بعد ما استوى هو والحمص اقلبهم على بعض. بعدين بقى انزل بقى بالبطرمان، البطرمان ده طلع صغير فافضيهم في بطرمان تاني، وهحط بقى ميه الترمس كمان عليه. يبقى خدنا ميه الحمص وميه الترمس، ما حطيناش اي ميه من الحنفيه. بس بسيبهم يبردوا، يعني ما باخدش ميه الترمس سخنه ولا ميه الحمص سخنه. لما يبردوا خالص احطهم وانزل عليهم بقى بالميه بالملح والكمون والشطه والبابريكا بس. افضي بقى معاكم. احنا خلاص الفجر جدا وصلاة العيد اهي خلاص، احنا نازلين نلبس العيال بقى وننزل. هبقى اصور بقى كده ونبقى انزل لكم كده شورتس. حبايبي ما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى الفيديو بتاعي وانا بفرش الشقه حملته 3 مرات، و3 مرات ما يرضاش يقول لي في حاجه غلط واليوتيوب يوقفه. 3 مرات يعمل ان هو محظور. يعني حتى لو انا حاطه اغنيه بيبقى بيكتب لي اللي هو حقوق طبع ونشر، لا هو حظر لي الفيديو 3 مرات. فانا بصراحه مش هنزله تاني، او يعني هحاول معاه مره اخيره. ريدي بقى نزل، يعني هشيل مثلا حاطه فيه دعاء هشيله واسجل الحته ديت واشوفه بقى المره دي هيقبلوا ولا هيعملوا حظر تاني، لان هو بيقول ان هو محظور معرفش ليه. انا بقالي من امبارح بحاول انزل فيه 3 مرات ينزل وبعدين يكتب لي بقى ان هو محظور ويقف. فانا هحاول مره رابعه بصراحه. نفع ما نفعش فاعذروني والله. انا صورت والله ومنتجاه ونزلته 3 مرات بحمله ومش عايز يحمل. بصوا بقى انا شايفين انا بحط بقى ميه الترمس بعد ما فضيت منها الترمس بزود واقلب واحط. انا بصوا انا في الترمس حطله ملح، وهو بقى قبل ما يخش على السوا كده بحاجه بسيطه حطيت له ملح هو والحمص. فانا الميه ديت يدوبك اللي هي ايه مش ملحها عالي قوي ولا حاجه، فانا بحط ما بزودش ملح لان هما اصلا مظبوطين. حبيبي صلوا على النبي وفي الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وعيد سعيد عليكم ويا رب دايما مبسوطين وفرحانين. ابقى اهو البطرمان اهوت مسحته بقى كده ومسحت الارض. بصوا بقى الرنجة انا كنت عاملاها قبل ما افرش الشقه لان انا ما كنتش عايزه بصراحه ازبل الدنيا واظفرها تاني. فقبل ما امسح الشقه جبت الرنجة، بس ما شاء الله انا دول 3 كيلو. هتقولي ايه انتوا تاكلوا 3 كيلو؟ هقول لكم لا يا جماعه انا بشيله في الفريزر وبطلع اللي انا محتاجاه والباقي بحطه في الفريزر. مثلا يوم مكسله يوم مش عايزه اعمل اكل مطلعاها على طول منضفاها واكليها.
بس فانا مش هعمله كله، انا هعمل بس اربع رنجات. بصوا للاسف انا قايله الراجل عايز بطرخ اللي هو الخشن ده. عايز ايه يا دوما؟ ماشي يا حبيبي. مش جاي بسجل بقى العيال صاحيين عشان انتوا عارفين كل سنه وانتم طيبين ومفيش وقت، وانا عايزه انزل الفيديو دوت عشان اخلص منه، لان التاني منزلش. لو كان التاني نزل ما كنتش هنزل ده، بس للاسف بقى. فبصوا انا بوريكم بس تنظيفها سهل جدا جدا جدا. طبعا قاعده في الارض والعيال قاعدين بقى وشيلها سهله جدا. لو بتحبوا تشووها ماشي، انا ساعات بحب اشويها بس للاسف هي كانت حادقه شويه، فانا ما رضيتش اشويها عشان ما تحدقش اكتر. بس بقى شايفوا، هسيبكم بقى تتفرجوا على الحته دي. شايفين بتشدوا الجلد بمنتهى السهوله. حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. انا خلاص بقى كده قطعتها. هحط بقى عليها شويه زيت وشويه خل واحطهم بقى في التلاجة. وقت ما نيجي نعملهم بقى احط عليهم مثلا شويه شطه شويه كمون كده. بص بقى جبنا كحك العيد، كل سنه وانتم طيبين. هبدا بقى ارصه معاكم. هتقولي ايه انت ما بتعمليش كحك؟ اقول لكم لا انا ما بعملش كحك. انا ماشيه مع الناس اللي بتقولك ايه شراء العبد ولا تربيته. انا من الناس دي. نفس التكلفة هي وهدى ويا يطلع مظبوط يا ما يطلعش مظبوط. ليه مش غير يعني بدل ما اكلف مثلا قد كده اجيب كمية اقل شوية. كده مفيش غير انا وجوزي بس والعيلين الصغيرين، فمش بنعمل كميات، مش بجيب كميات يعني. هو يا دوبك على قدنا كيلو من كل حاجة وخلاص. وانا رصيت بقى البسكوت، هبدأ بقى اوزع كده كل شوية رصت حاجة. كمل بقى رص معاكوا ده وديفور. احنا للاسف راجل نشتري من عنده كان مخلص قبل ما احنا نجيب ب4 5 ايام، فكان بيعمل على قد بقى كميات. فلما رحنا ما كانش عنده بديفور بالشوكولاته. احنا اصلا بنجيبش غير بالشوكولاته، بس لقينا ان هو خلاص خلص. انا جايبه يوم الجمعه، جايبين الحاجه دي يوم الجمعه. هو راجل مخلص من يوم التلات او من يوم الاربع، او لا من التلات او الاتنين هو الراجل مخلص. فبيعمل بقى ايه كل يوم حبة على قد، فانت بقى تروحي واللي تلحقيه. فانا طبعا قبل ما جوزي جه من الشغل وراح وجابه كده ما كانش عنده بالشوكولاته، يعني حاجات كتير كانت خلصانه من عنده. مع اننا يعني على طول بنجيب يوم الوقفه، ده احنا جايبين يوم الجمعه كمان على اساس ان احنا نخلص نعلي. ما تعرفيش بقى ايه اللي حصل. فيلا بقى كل سنه وانتم طيبين. الناس النهارده ما شاء الله كانوا مخلصين الحاجه. حبايبي انا بقى برش شويه سكر كده على عايز لولا تعملي ايه يا حبيبي؟ لا ما تبهدليش الدنيا. بصوا يا جماعه، هو انتوا الوحيدين اللي روقتوا تاني؟ يعني انا فرش يوم الجمعه بالليل. انا امبارح السبت كنت عند ماما. النهارده لحد الصبح صحيت كنست الشقه كلها بالمكنسه، لحد بالليل كنستها بالمقشه. دلوقتي لو دخلنا الاتنين كنستها بالمكنسه. في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد والله؟ احنا هناخد اجازه امتى؟ احنا مروقين تروقة العيد دي عشان ما نروقش تاني في العيد. انا روقت النهارده 3 مرات. 3 مرات بروق. بصوا بقى ده الكحك والبسكوت بقى والبوديفور والسابليه والكوكيز والقراقيش. نحط بقى كمان الملبس. بس يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ويا رب يفك كرب كل الناس، يا رب يفك كرب كل مكروه، ورجع كل غايب لاهله يا رب يا رب. ربنا يرجع كل الغايبين يا رب. ويا رب عيدنا يبقى كامل دايما، مش ناقص حد يا رب. لا يا جماعه الواحد بيمر بشويه ظروف ما يعلم بيها الا ربنا، بس يلا الحمد لله. لازم نفرح ونفرح العيال. والله الواحد ملوش نفس يعمل اي حاجه والله، بس غصب عننا الدنيا بتمشي ومعنا اطفال. الحمد لله على كل شيء.
ربنا يفك هم كل مكروب يا رب. كل سنة طيبين. خلاص بقى كفاية غم بقى كده، كفاية غم. ربنا يكبر خاطرنا ويجعلنا كمان من جبارين الخواطر، و دايما دايما يا رب دايما كاملين، مش ناقصنا حد. السنة الجاية يبقى كل واحد بيحلم بحاجة ربنا حققها له بإذن الله. لولا ان هقوم اضربك دلوقتي، معلش يا جماعة انا اسفة بس ده انا زهقت منها. هقوم اضربك دلوقتي ماشي. انا خلاص هسجل دوت، ومش عارفة تقريبا هنزله بعد الصلاة، لان انا خلاص هلبس ولبس العيال وانزل عشان نلحق مكان في الجامع. هتروحي كده؟ لا لسه تلبسي الاسدال. صور لكم بقى لولا باسدال العيد وادم بالجلابيه العيد، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم باذن الله. ده يا ماما ضايقني. تعبتي. بصوا بقى خلاص، ورشنا رشة المعطر خلاص، وادي الكحك والبسكوت والحاجة. حبيبي متنسوش اشتراك في القناة، وباي باي.